بصوا يا جماعه، الازازه وجمالها مش زي اي ازازه ممكن تجيبها لاي بيرفيوم رجالي خالص. النهارده هنتكلم على بيرفيوم جومبو كوتيه الترا ميل. البيرفيوم ده لسه جايبه جديد، وكذا حد كان بيبعت لي يسالني قبل ما اجيبه ايه رايك فيه، وانا بصراحه ما كنتش جربته. فاول ما جبته وجربته قلت لازم اعمل عنه ريفيو وفيديو علشان اقول لكم تجربتي معاه عامله ازاي. في ناس برده كتير بتبقى محتاره ما بينه وما بين فيرزاتشي ايروس، وهعمل برده فيديو اقارن فيه البرفيوم ده مع فيرزاتشي ايروس واقول مميزات ده ومميزات ده ايه، بس ده في فيديو تاني طبعا غير الفيديو ده. الفيديو ده مخصوص لالترا ميل. بس قبل ما نبدا في الريفيو، لو اول مره تشوفني، انا اسمي احمد وبعمل فيديوهات عن اللايف ستايل والفاشن والبرفيومز. لو انت مهتم ان انت تشوف فيديوهات زي الفيديوهات دي اعمل سبسكرايب للشانل عشان يوصل لك دايما فيديوهات جديده زي الفيديوهات دي. حتى بصوا يا جماعه الباكجنج بتاعها تحفه، يعني معمول بطريقه انا ما شفتش بيرفيومز بصراحه فيها الباكجنج ده. بصوا بتتفتح كده، حاطينها كانها على مسرح بقى، اللي هو يعني عايزه تتحط في ايه، يعني عامل لها شكل كده كانها في مسرح محطوطه. بصراحه تستاهل كل الكلام ده، هي تستاهل مسرح وتستاهل منصه وكل ما هو جامد بصراحه. حتى الاوبننج بتاعها اللي انا بعتبره من احسن الاوبننجز اللي انا شميتها في حياتي، بسبب طبعا الكمثرى واللافندر والنعناع والمزيج الجميل اللي حاصل ما بينهم، اللي برده مش طبيعي. يعني في ناس اوريدي على فكره مجربه لافندر ونعناع وكمثرى بس مش طالعين بنفس الطريقه وبنفس الشكل ده. يعني ده بالنسبه لي لما بصحى مثلا ممكن احط رشه ولا رشتين، بالنسبه لي ممكن يظبطوا لي مودي ويعدلوا لي المود طول اليوم. الوحيد اللي بيعمل معايا كده برده 1 مليون على فكره من باك ريبان، اكيد ما اعرفش انتوا شفتوا الريفيو بتاعه ولا لسه، بس ده برده بيعمل نفس الافكت اللي بيعمله لي الترا من الصبح. وطبعا زي ما قلت ان هو شتوي وخريفي اكتر، ما ينفعش في الصيف، ما ينفعش تحطه الصبح خالص، مش هتحس بجماله ومش هتحس بحلاوته لو حطيته الصبح. ممكن تحطه الصيف مثلا بالليل ولا حاجه لو الجو طراوه عشان ما تعرقش، لان هو في العرق مش هيبقى الطف حاجه. يعني لو هنقارنه بقى بلعيبه الكوره وكده، ممكن نقول ان هو شبه ديفيد بيكهام مثلا، من حيث الاناقه ومن حيث ان هو سكسي طبعا، ومن حيث ان هو بيجيب من الاخر، ومن حيث حاجات كتيره جدا. هو عطر متكامل باستثناء حاجات بسيطه انا قلتها اوريدي. بس سنس ان موضوع لعيبه الكوره ده انتوا حبيتوا ان انا كل بيرفيوم كده بشبهه بلعيبه كوره معينه، فده طبعا هيبقى ديفيد بيكهام المره دي. طيب مبدئيا النسخه دي تعتبر نسخه محدثه او معدله من النسخه اللي نزلت من حوالي 25 سنه. باي ذا واي الازازه دي من 25 سنه هو نفس الديزاين ده ما اتغيرش، بس اللي اتغير ان حصل تعديلات في التركيبه نفسها. مش ما بقتش وحشه، بس طبعا التركيبه اللي من 25 سنه الاولانيه خالص كانت تحفه وجامده واقوى بكتير جدا من النسخه اللي موجوده دلوقتي. عشان كده مثلا لو دخلتوا على امازون او على اي باي ممكن تلاقوا النسخه مكتوب عليها مثلا اللي هي القديمه، ممكن تلاقوه بارقام غريبه وارقام وهميه. بس ده ما يمنعش ان النسخه اللي موجوده دلوقتي قويه جدا، وهم نجحوا فعلا ان هم يطوروها بما يتناسب مع طبيعه العالم دلوقتي عامله ازاي، والريكوايرمنتس بتاعت الرجاله عامله ازاي. طبعا البرفيوم ده بيندرج تحت قائمه العطور السكسي بتاعت البلاي بوي، من العطور السيدكتيف الجذابه جدا للجنس الاخر، وده طبعا بسبب التركيبه الفظيعه اللي موجوده فيه اللي هنتكلم عليها دلوقتي. لا هنتكلم عن الافتتاحيه، فاحنا اول حاجه بنشمها خالص فيه هي اللافندر والبرجموت والحبهان والنعناع. بعد كده في قلب العطر نفسه بنلاقي قرفه وورد برتقان، وبعد كده بعد ما البرفيوم بيبتدي ينشف شويه اللي هو قاعده العطر، بنشم خشب الصندل والفانيليا، اللي فعلا من اكتر العطور اللي فيها فانيليا اللي انا شفتها حلوه جدا. ده غير طبعا ان قاعده العطر فيها عنبر وتونك. عايز اقول لكم ان امتزاج النعناع والفانيليا اللي فيه اكتر من ممتاز، يعني تركيبه كده او ميكس غريب، انا حبيته جدا. البرفيوم ده يا جماعه من اقوى البرفيومز اللي انا شميتها في حياتي، من حيث الفوحان ومن حيث الثبات ومن حيث قوه البرفيوم نفسه. برفيوم لو قاعد في اوضه 4 في 4 متر مثلا، مستحيل اللي في الاوضه دي ما يشمش البرفيوم ده وما يقولكش كمان انت حاطط برفيوم عامل ازاي. ساعات ده ممكن يبقى عيب بالنسبه للناس لان هو شوجري طبعا، في رجاله ما بتحبش الشوجري وفي رجاله بتحب الشوجري جدا، بس الحاجه الاكيده ان كده كده ده بالنسبه للسيدات. بالنسبه للبنات تقريبا كلهم بيحبوا الحاجات الشوجري، الحاجات المسكره، وده بيخليه مناسب جدا للبنات ان هم يحطوه، وعشان كده ينفع نقول عليه ان هو يونيسكس، ينفع يتحط للرجاله وينفع البنات تحطه كمان. البرفيوم ده مجمع حاجات كتيره جدا مسكره زي الكمثرى واللافندر والفانيليا والقرفه، زي ما انتم شايفين سكر كتير جدا، بس فعلا ريحته قويه جدا 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 وحلوه قوي 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 كمان. واكيد انتوا عارفين ان انا مش في كل الريفيوز دايما اللي بعملها بمدح في البرفيوم قوي كده، بقول عيوبه الاول، بس فعلا البرفيوم من اقوى البرفيومز اللي ممكن اكون شميتها في حياتي. مشكلته الوحيده ان هو مش متنوع في الاستخدام، ما ينفعش نستخدمه في كل المواقف وفي كل حته. يعني ده مثلا ما ينفعش نروح بيه الشغل او نروح بيه انترفيو، لان لو رحت بيه
تيجي انترفيو مثلا، الشخص اللي بيعمل لك انترفيو ممكن ما ياخدكش على محمل الجديه، يحس ان انت مثلا لو انت عايز تعمل شو خلاص، فده ممكن يدي انطباع سيء عليك. في نفس الوقت برضو ممكن تستخدمه لو انت مثلا رايح فرح او لو انت رايح مكان فيه ناس كتير او الدور، طبعا ده هيفرق جدا وهيبقى حلو، وما يفضلش في الاماكن المغلقه خالص، وده طبعا لان فوحانه كبير جدا جدا جدا. فنقدر نقول ان هو في الاماكن المغلقه مش قوي، يعني مش احسن حاجه ان هو يتحط في اماكن مغلقه، سواء في شغل بقى او سواء لو انت رايح في ديت مثلا مع بنت اول مره تشوفها، مش احسن حاجه تحطها. في حاجات احسن بكتير طبعا، بس لو رايح مكان مثلا فيه بنات كتير وعايز تدخل تقول انا جيت او انا موجود، ده اكيد فعلا هيظبط معاك جدا جدا جدا. من وجهه نظري ده ممكن في الشتاء يبقى احسن من الصيف، هو ينفع في الاثنين، بس انا ممكن اشوف ان هو في الشتاء يبقى احسن كتير جدا ان هو يتحط من الصيف، خصوصا ان الصيف في حاجات كتيره تانية ممكن تتحط تبقى فريش وتبقى فروتي كده وتبقى فيها حاجات حلوه. زي ما قلت لكم البرفيوم ده اداؤه خارق، يعني انا ما افتكرش حاجه ممكن اكون شميتها توازي الاداء بتاعه. ممكن يقعد 12 ساعه على الجسم، ممكن يقعد 18 ساعه على الهدوم. عايز اقول لكم ان انا اول مره جبته فيها علشان اطلعه من لبسي، لان انا بحب دايما اغير في البرفيوم، ما بحبش احط نفس البرفيوم، اضطريت ان انا اغسله عشان اطلع منه الريحه بتاعته. فيعني لكم ان تتخيلوا مدى الثبات، بيقعد وقت قد ايه وبيلزق في الهدوم ازاي. طبعا ما ترشش منه كتير، يعني بالكتير قوي 3 رشات كفايه جدا، واحده هنا وواحده هنا وممكن واحده هنا مثلا ولا حاجه، كفايه جدا صدقني، مش محتاج اكتر من كده. هيعمل معاك اداء حلو قوي، هيعمل معاك شغل حلو قوي، بس طبعا حسب المكان اللي انت رايحه، وما تنسوش الحته دي لان هو ممكن يبقى مزعج وممكن يعمل معاك راست عكس. في الحتت المقفوله الناس مش هتتضايق او الناس مش هتشوف ان ريحتك وحشه، بس هتتضايق جدا ان المكان هيبقى ريحته قويه قوي. الجزء بتاع الاطراءات، طبعا الاطراءات من البنات ومن السيدات حلو جدا. انا على مختلف الاصعده، يعني سواء من والدتي مثلا كنت رايح لها كنت حاطه، قالت لي حلو جدا البرفيوم اللي انت حاطه ده. على مستوى تاني كنت خارج مع اصحابي، كذا حد قال لي سواء ولاد او بنات قالوا لي ان البرفيوم اللي انت حاطه ده حلو قوي، وده مش بيحصل كتير على فكره، مش بيحصل في كل البرفيومز، لان انا دايما ببقى حاطط برفيوم، فهم متعودين دايما ان انا ريحتي تبقى حاجه، انا حاطط حاجه معينه، بس هو ريحته مميزه وريحته فعلا تخليك تستفزك ان انت تعرف هو ده ايه، ده ريحته حلوه. وعشان كده طبعا البنات والستات بتحب تحطه، وده مش معناه ان هو برفيوم مش رجالي، بس البنات بتحب الحاجات الشجري، فطبيعي ان حاجه زي كده هتيجي معاهم جدا وهيحبوا ان هم يحطوها ويشموها كمان عليها، وده اللي بيخلي سعره كويس قوي بالنسبه للحاجه اللي انت بتاخدها منه. سعره بيتراوح ما بين 60 ل 80 دولار حسب طبعا انت جايبه منين. انت بتاخد بالفلوس دي حاجه فعلا محترمه جدا، وبرفيوم هيقعد معاك لما يخلص منك هتجيب منه تاني وتالت ورابع كمان، وممكن كمان يبقى احسن برفيوم بالنسبه لك من البرفيومز اللي انت بتقتنيها لو انت بتحب الموضوع ده. كل الحاجات دي تخليني ارشح جدا 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 البرفيوم ده لاي حد بيحب البرفيوم الشجري اللي بالنسبه له الاداء رقم واحد. البرفيوم ده فعلا انت هتاخد اداء ممتاز مفيش زيه، انا ما شفتش حاجه زيه قبل كده. واكيد في الكومنتات برضو قولوا لي تجربتكم معاه عامله ازاي، جبتوه ولا لا، حبيتوه ولا لا، عايزيني اقارن ما بينه وبين اي برفيوم تاني. ولو شايفين ان الفيديو عجبكم ويستاهل ان هو يتعمل له لايك، اعملوا له لايك، وما تنسوش تعملوا فولو او سبسكرايب للشانل عشان يوصلكم دايما فيديوهات جديده زي الفيديوهات دي. وما تنسوش تعملوا لي فولو على الانستجرام، بنزل حاجات هناك يوميا 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 كل يوم. سلام.